في عالم القوة مفيش اللي طيب يكسب. أهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5، البرنامج اللي بنلخص فيه أهم وأقوى الأفكار في 5 دقايق وبس. الذكاء والهدوء والتصرف الصح هما اللي بيخلوك تمشي اللعبة بطريقتك. تعالوا نحكي مع بعض أول 3 قوانين من لعبة القوة. قوانين لو فهمتها هتبص للدنيا بعين تانية تماما. هات يلا ورقة وقلم ويلا بينا. القانون الأول: ما تلمعش أكتر من اللي فوقك. كان في شاب شاطر جدا، كل الناس كانت بتحبه وبتتكلم عنه، بس مديره بدأ يغير منه وحس ان نجمه بدأ يطغى عليه. بس الولد كان أذكى من كده، بدأ يمدح مديره قدام الكل ويخليه دايما في الصورة، وفجأة المدير بقى هو اللي بيشجعه ويرشحه لكل فرصة. الذكاء مش دايما في انك تبان، اوقات بيكون في انك تسيب غيرك يحس انك بتدعمه. القانون التاني: ما تثقش في الكل. في بنت بدأت مشروعها مع صاحبتها، بس لما المشروع نجح الغيرة لعبت لعبتها وصاحبتها سابتها. بس البنت دي ما وقعتش، راحت لواحدة كانت بتختلف معاها دايما، واتفقوا يشتغلوا سوا، وفي وقت قصير المشروع كبر أكتر من الأول. مش كل وش بيضحك لك صاحبك، ومش كل خلاف معناه عداوة. الموضوع دايما محتاج عقل مش عاطفة. القانون الثالث: خبي نيتك. كان في شاب دايما بيحكي للناس خططه وأفكاره، وفي الآخر أفكاره كانت بتتسرق منه في كل مرة. قرر يتغير وبطل يحكي واشتغل في صمت. محدش بقى عارف هو ناوي على ايه، وفجأة لقوا مشروعه نجح ومكسر الدنيا. السر في النجاح أوقات بيكون في الهدوء والغموض. في النهاية القوة مش في العضلات ولا في الصوت العالي، القوة الحقيقية في الذكاء والتوقيت وطريقة اللعب. اللي بيفهم القوانين دي بيمشي اللعبة زي ما هو عايز. نصيحتي ليك في الحلقة دي: خليك دايما هادي، واعرف امتى تتكلم وامتى تسكت، امتى تظهر وامتى تختفي. ساعتها مش بس هتبقى قوي، انت هتبقى صانع القوة نفسها. انا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل 3 وجمعة، واوعى تنسى تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. واشوفكم الحلقة الجاية.